تخيل، إبريل 2026 هيكون شهر حب مختلف تماماً. بعض الناس هيحصل لهم لقاء مصيري يغير حياتهم، بعضهم هيخطب أو يرتبط، وبعضهم ممكن يواجه انفصال أو اختبار عاطفي قوي. الكون هيفتح قلوب كتير وهيغلق قلوب تانية. لو عايز تعرف إيه اللي مستنيك في الحب والارتباط الشهر ده، ما تتحركش، يلا نبدأ. الأبراج الأكثر حظ في الحب والارتباط. أول مجموعة هتكون محظوظة جدا في الحب والارتباط الأبراج النارية: الحمل، الأسد، القوس. هتكون طاقتهم نارية، لقاءات مثيرة، شغف قوي وفرص ارتباط جديدة. الأبراج الهوائية: الجوزاء، الميزان، الدلو. هيستفيدوا من التواصل والكلام، علاقات جديدة هتبدأ بسرعة وهتكون ممتعة. نصيحة النجمة: لو عندك شريك، الشهر ده مناسب جدا للخطوة التالية، خطوبة أو قرار كبير. الأبراج اللي هتبني حب مستقر: الأبراج الأرضية: الثور، العذراء، الجدي. هيبنوا حب مستقر وعميق الشهر ده، مش حب سريع، ده حب يدوم. لو مرتبطين، العلاقة هتتعمق أكتر، ولو مفردين ممكن تلاقوا شخص يديكم إحساس بالأمان والاستقرار. الطاقة عندكم زي الأرض، ثابتة ومطمئنة. الأبراج اللي محتاجة حذر في الحب: الأبراج المائية: السرطان، العقرب، الحوت. الكون بيقول لكم خدوا بالكم من قلبكم، ممكن تواجهوا اختبارات عاطفية، خلافات، غيرة أو قرارات صعبة. بعضكم ممكن يحصل انفصال، وبعضكم هيحتاج يحمي نفسه من علاقات سامة. نصيحة النجمة: ما تتسرعوش، وثقوا في حدسكم أكتر من أي حاجة. إبريل 2026 شهر قوي جدا في الحب والارتباط، بعض القلوب هتفتح وبعضها هيتعلم درس مهم. الكون بيختبرنا وبيفتح لنا أبواب جديدة في نفس الوقت. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن برجك أنت بالذات في الحب والارتباط، اكتب برجك في الكومنت دلوقتي وقول حب أو ارتباط. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل توقعات الحب الشهرية. شكراً إنكم معايا في النجمة بتحكي، الكون بيحكي عن الحب وإحنا بنسمع مع بعض.